عالسلامة ومرحبا بكم من نبر. التوانسة الكل يعرفوا نبر، ما ثماش حد ما يعرفش دشرة نبر، ما يعرفش صالحة. وبالتالي حبينا أول المحطات نتاعنا نتاع جمعية سيكلما تكون من قرية دشرة عريقة وجميلة كما دشرة نبر. باش يكون عندنا 3 لقاءات متتالية إن شاء الله من دشرة نبر. اللقاء الأول باش يكون مع شبابها، مع اليافعين، مناسبة باش نشكرهم على حضورهم، ونشكر أيضا دار الشباب نبر على استقبالنا، حفاوة الاستقبال وتوفيرها الفضاء هذايا. على شنو باش نحكيو؟ في الحقيقة نحن ما اخترناش الموضوع، تعرفوا طريقة سيكلما نخليو أهل الذكر المعنيين هما اللي يختاروا الموضوع يحكيوا فيه. حوارنا إذن اليوم باش يكون من مقترحات شباب نبر، من شباب نبر حاضرين معنا. باش تبدا على يميني ضيفي الاول، مرحبا بك. مرحبا بك، محمد بالأكحل، 17 سنه، تروازيام اني، واسير منطقه نبر. عايشك، شكرا. مرحبا. عسلامة، مرحبا بكم. مريم جاني، تروازيام اني سيونس، 17 سنه، وقررنا باش نحكيو على المجال الاقتصادي. مرحبا. مرام عرفاوي، ثالثة علوم تجريبية، ونسكن في نبر. مرحبا. حمد أمين دشراوي، عمري 17، نقرأ تروازيام تكنيك، وأصيل منطقة نبر. مرحبا. مرحبا. به ندخل بقى في الموضوع مباشرة. نجي لك أنت. تفضل. به اخترت باش تحكي لنا أنت على المعمل. الطاقة ولا المعمل؟ المعمل. المعمل. معناها موضوعنا اقتصادي بحت، المحور الأولاني بتاعنا اقتصادي بحت. أي تفضل. أي نحن في الدشرة عندنا كل شيء متوفر، يعني توفر معامل، توفرت. اما بقت مشكلة اللي تتوفر ومن بعد ما تخدمش، تمشي من الاول بعد تقص. كيف مثلا عندنا معمل نبر تاكس حابس، وعندنا معمل زاده في البراج واخر حابس، وهذه بقت نقطة يعني ما فهمتش شنو علاش اي حاجة تجي تخدم من الاول وبعد تحبس. طب شكون يحب يضيف حاجة في الموضوع هذا؟ الموضوع هذا يعني يأثر على الاقتصاد، وخاصة البطالة مثلا. يعني برشا ناس يعني ونساء خاصة خسروا وظائفهم يعني كي تسكر المعامل هذه. نرجع لك، المعامل هذه كانت ب 100% مواطنين من نبر، شباب نساء من نبر اللي يخدموا فيها. نورمالمون فما تخدم برشا ناس من نبر، حتى ما مش من نبر، يعني كان البلاصه هذيا فما بجنبها يعني بلايص اخرى سيدي خيار ومحاسن، البلايص هذيك الكل تخدم فيهم زاد. بعد هو في ليله ونهار يلقى روحه ماهوش يخدم وبطال، وهذه مشكله يعني كبيره. يعطيك الصحة، صحيح موضوع مهم جدا. يدرى انتم الكلكم بكرهبكم قلقتكم اللي مع كرهبتك. عندك كرهبة؟ ما ثم زاد الجيز مش تدفى في الشتاء مثلا، ما تلقيش مثلا منين تشتري، تمشي بلاصه بعيده باش تشري، وهذا يقلق برشا. اي صحيح. بالنسبه لدفع انتم نبر في الشتاء تبرد نوعا ما، معناها مرتفعه. ايش حبيت تقول؟ مثلا اي واحد عنده كرم، مش كان نحن خاطر نحن نحكوا على نبر بصفه عامه. مثلا باش يعبي سوب سونس ولا حكايه، يبقى ماشي الجندوبه ولا الكياب، يبقى يبعد حتى كي يتيح به مثلا نهار بان ولا هكا يزيد مشكل. صحيح صحيح. لا لا، وثم عندكم مستشفى محلي زاد يلزم عنده مرافق قريبه بحذاه منهم، توفير الوقود وتوفير البنزين الى اخره. عندك ما تضيف؟ اوليائنا زاده، واي انسان باش يمشي يخدم ولا لازم بالطبيعه باش يتعدى الكيوسك، لازم خاطر هكا ولينا ستار الناس تمشي للجندوبه الكيف، وهذا مشكله. نفكروا لي الكيف والجندوبه يبعدوا عليكم ب 25 كيلومتر كل واحد. اي مشكله كبيره. موضوع الخدمات، عندنا مركز الخدمات الاقتصاديه ما محظوظين انتم، عندكم مركز الخدمات الاقتصاديه، لكن محظوظين ومش محظوظين. عليه؟ خارج الخدمه، زي التو مثلا ما يخدمش، زي ما هوش يخدم التو، موجود المركز لكن خارج الخدمه. هو بالمفروض شيء الخدمات اللي يأديها المركز هذا؟ معنا في مثلا بنوك، ادارات، القباضه مثلا باش تخلص ورقة الماء، ورقة الضوء، تخلصهم يعني انت مثلا في المركز هذا، يعني انت ما نمشوش للكيف، خاطر نحن نمشوا للكيف باش نخلصوا الماء والضوء يعني. لا لا، هذه عاودها لي.
معناتها نحن نمشوا للكيف باش نخلصوا ضو الماء هكا يعني. مشكله صحيح. اي وزيد قبيل حكيت لي حتى على البنوك معناها. اي معناش فرع يعني انت تاع بنوك في الداشر، يعني انت لازمنا نمشوا للكيف ولا الجندوبه باش يعني انت امهاتنا اوليائنا باش يخلصوا، ولا حتى نحن باش نعملوا معاملات ماليه كيم. صحيح. وزيادة في الموضوع هذا عن في شو اسمه في البوستا نتاعنا عن شو اسمه الديستريبيوتور تاعها ما يخدمش معطل اغلب الوقت معطل، انه حتى النقود لازم عندك كميه معينه تجبد تحت ما تنجمش تفوقها، خاطر مثلا ما عادش يخدم ما يجبدش ليك. عندكم الفلوس من الاغنياء انتم. ليه نحكوا على بصفه عامه في المجمل. شكرا. صار البنيه التحتيه شنو؟ على الكياسات ولا حاجات. زعما فما طريق باهي وتمشي بعد كينا كي باش تمشي تلقى طرقات اخرين خايبين، لازم كلها تتحسن يعني باش يسهل الترونسبور والحاجات. واضح. عندنا نقص في عدد المخابز، عندنا زوز برك يعني انت في الدشره كامله عندنا زوز برك، وعرفت كل يخدم وحده والاخرى ما تخدمش يتناوبوا هكا في العمل، وبعد التسعه ما تلقاهمش يخدموا هكا، ما تلقاش خبز جمله. 9 متاع الليل 9 تاع الصباح. يعني انت الناس درك تفيق البكري 6 من 5 باش تلقى الخبز، وشوف تلقى وشوف ما تلقاش، انت وزهرك. سامحوني انا توا حكيتوا لي معناها يعطيكم الصحه المشاغل واللي تراوى، انا تو باش نعمل دوره هكا معاكم ومع هذا تحبوا النبر. طبيعي. اي هاو علاش بهالصعوبات بهالمرافق غير متوفره، شنو اللي يخلي تقعد نبر تتمنوا لها كل خير؟ علاش شنو اللي فيها باهي؟ خاطر بديت بيك بلا كملت بيك تو نبدا بيك. تفضلي. عندك نبر نظيفه، تو مثلا كنت تقارن نبر ببلايص اخرى قراب على الاخر. انت مثلا كي تمشي توا هكا في الطريق قليل وتلقى الفضلات والحكايه، اصلا كل 2 متر و3 متر تلقى بوبال. مثلا في البلايص الاخرى في الولايات الاخرى ما تلقاهاش الحكايه هذه. صح. في النقطة نتاع النظافة كانت عندنا رئيس بلدية ألفة دشراوي، في الوقت اللي كانت هي رئيسة بلدية كانت نبر أنظف معتمدية، معناها أخذت جائزة. شو تكون منك؟ ما تكونش مني يا اعترافا بالحق معناها. اي بالحق. شكرا. لا واحد باهي يعترف للناس اللي يخدموا بلادهم. هاي عندنا عمال نظافة في الموضوع ذا بالحق يخدموا خدامين على الأخر ديما في وقتهم وعاطين بالحق حقهم، معناتها يخدموا بالباهي وما همش مخلين حتى وسخ، معناتها في كل وقت وفي كل بلاصة. ما فماش بلاصة هكا في نبر مسخة ولا يعطيهم الصحة. اي زيدني حاجه اخرى، علاش تحب نبر؟ تحب على خاطر خدام معناها العمال تاع النظافه ولا هي بلادنا يعني فماش شكون يظهر لي يكره وين موجود؟ شنو اللي فيها مش موجود في بلايص اخرين؟ هي عنا نبر يعني دشرة موطن صالحة، الفنانة صالحة، وفما برشا حاجات يعني ما صحيح نحن نحكوا على الحاجات السلبية، اما زاد فيها برشا ايجابيات برشا حاجات. نحن واحد امبوسيبل باش يكره بلاده يعني. تفضلي. صحيح فما حاجات خايبه وما زاد تربينا هنا وولدنا هنا كبرنا هنا، تبقى بلاصتنا هذه وديما نحبوها وديما نمشوا نرجعوا لها يعني ما ننسوهاش. سؤالي الاخر زاد كيف شو ندور؟ باش نبداو بيك انت. كان انت تعمل صداقه في الرقمي في العالم الافتراضي مع عبد مش من نبر، بعيد على نبر، سواء كان من تونس ولا خارج تونس، وتحب تستدعيه النبر للاستمتاع بشيء ما في نبر، شنو هو الشيء اللي تقول له اجا راهو تستحق باش تراه ولا باش تعيشه؟ الخضار والدنيا معناتها المناظر الطبيعية بالحق ما أحلاهم على خير من برشا بلايص. البرج ملاك أنا منطقة ياسر معروفة والناس كلها تجي بالذمة النبر باش معروفة نبر برج ملاك. عندنا زاد المينا اللي كان المناجم قبل العمال المناجم يخدموا فيها، قعدت كالآثار التراث مواد اثريه، معناها الماكينات تاع قبل كيفاش كانوا يخدموا، الديار نتاعهم كيفاش كانوا يسكنوا. في
قرن الرقبه انا معناها واحد كي راه كيفاش ولات الامور، معناها كيفاش كانت الامور ما يعرفهاش حتى في الاشرطه السينمائيه ما حدش يراها. مثلا عندنا نجم نهزها البراج الأكثرية هو يعني انت صد ملاق، يعني انت بلاصة باهية عندك تخييم نخيموا فيها وكل شيء. ولا في الربيع، في وقت الربيع زاد الدشرة محلاها خضراء فيها برشا بلايص محلاهم. هكا نكونوا انهينا لقاءنا الاول مع اصدقائنا من نبر، نلتقي ان شاء الله في اللقاء الثاني. مرحبا بكم في اول برنامج القناه سيكلامان سيدي بومخلوف. قناه سيكلامان سيدي بومخلوف تبث من نبر وتهتم بكافه مناطق ولايات الكيف. قناه سيكلامان سيدي بومخلوف ستبث على الويب على العنوان اللي تراو فيه توا في الشاشه. نقدموا ضيوفنا. مرحبا بك، طه عرفاوي 17 سنه، اصيل منطقه نبر. تشرفوا طه وزميلنا الثاني قصي شابي 16 سنه، نقرا ديزيام اصيل منطقه نبر. نتشرفوا. صابرين فردي 15 سنه، نقرا بريمير اصيله مدينه نبر. نتشرفوا. عمر جبالي 17 سنه، تروازيام اني تكنيك واصيل منطقه نبر. يعني نتشرفوا بكم الكل. توا باش نشوفوا الموضوع اللي باش نحكوا فيه، موضوعنا اللي هو تشوفوا على الترفيه وكيفاش يعني شنو باش نحكوا فيه الموضوع ذا. باش نحكوا على جمعيه نبر الرياضيه. هاي كيفاش ما عندناش تمويل في الجمعيه. هاي عندنا 3 سنين ننشطوا تو مع حتى خلاص ما خلصناش. مثلا حتى ديبلاسمون مرات ما نمشوش ولا نمشوا وما نفطروش غادي كان ما عندناش فلوس نلعبوا ونروحوا كيك. وفيما يخص معناها كرة القدم، فما الملعب المصغر اللي هو قدام دار الشباب عنده مدة معناها ماهوش مهيأ، فما الفلوس اللي عطوها المقاول، وكي تسألهم ولا تستفسر على الحالة تاع الملعب يقولوا لك الملعب المقاول اللي خذا الملعب خذا الفلوس وهرب معناها. ايه هذا دار الشباب يعني بقت ناقصة تيران، ما فيهش تيران ناقصين. فما تيران في دار الشباب معناها، اما المشكلة المشكلة اللي دار الشباب معناها من تأسست من عام 1991 ما فماش تطوير فيها، معناها كيف ما حلت كيف ما بقت كيف ما نشوفوا فيها توا اليوم. كيف معناها كي نشوفوا دار الثقافة معناها رغم التطويرات وزادوها برشا حاجات معناها فماش أندية ثقافية اللي تنجم يشارك فيها المواطن معناها وأهل مدينة نبر. يعني تقول انت دار الشباب تاع نبر اليوم ما تطورتش كيف ما حلت كيف ما بقت. اللي دار الشباب ملاق جدت مرتين. وشكون تأسس قبل هو يعني دار الشباب نبر قبل 1991. يعني دار الشباب ملاق تأسست من بعد ومن بعد تطورت مرتين عاودوا هي دار شباب نبر بقت. عايد. وناخذ زاد مثال المسبح البلدي اللي بقوا برشا معناها يخدموا فيه ويحضروا فيه، وفي الاخر حل معناها خدم نهارين وبعد معناها سكروه. وهذا سبب يعني معناها اسباب مجهوله ما نعرفوش لتو سكروه. شكون يحب يتكلم؟ عنا زاد التراث اللي في دشرة نبر، كيما صالحة كانت عندها دار يعني تسكن فيها، حقها يعني هذيك موجودة، حقنا نحطوها منطقة أثرية يعني نعودوا نزوروها. وعنا زاد المينا اللي موجودة في الدشرة، هي منجم كانت زاد يعني مبنية فيها ديار كانوا يعيشوا فيها فرنسا قبل في الاستعمار، حقهم هما حطوها يعني يولوا يزوروها ويعملوها معلم أثري. يعني تقولي انت المينا كان يستغلوها ويرموها ولا حكايه تولي يستغلوها في الترفيه وفي الحاجات. اي هكاك بالضبط. فهمت. وكان تشوف دنبر فيها حاجات خايبه وفيها حاجات باهيه، كيفاش تشوفوا مثلا نبر فيها الحاجات الباهيه؟ فاش تتمثل مثلا؟ نعطي الكلمه من طه. نبر نحبوها خاطر ولدت فيها صغري عديت فيها. نحبها نبر، نحب نسكن في نبر من الناس. وكان تشوف فيها حاجات باهيه مثلا فاش تتمثل؟ برشا كيما الصحبه، ناس تربي حوم عربي برنا فيها وعدينا صغرنا كلها فيها برشا حاجات باهية، مناطق خضراء وجبولات وعنا صد ملاق
معناها نجمو كان نحبوها وديما حاطينها في قلوبنا. هي حاجة باهية ذي وصديقنا قصي. والله كيف ما قال خونا عمر، كبرنا في نبر، عملنا فيها اصحاب عشرة، ما نجمو كان نحبوها ونجمو نحكوا عليها كان الكلمة الطيبة في الاخر. كيف كيف معناها عندنا الغطاء النباتي في نبر اللي هي حاجة باهية نجمو نستعملوها في الكامبينج معناها. كيف كيف براج ملاك اللي هو معناه يعتبر معلم اثري من عهد الاستعمار الفرنسي، الحاجه اللي مانيش قاعدين نستغلوا فيها بالكدا وذاك هو. صحيح هي دشرة فيها حاجات سلبية، أما نحن نحبوها بالطبيعة وكل وعايشين فيها، كما نجموا نحن نطوروا فيها، مادام نحن عايشين فيها نجموا نطوروا كهو. نتقابلوا في حصص وحوارات أخرى في قناة سيكلامان سيدي بومخلوف. إلى اللقاء. ويتجدوا لقاءاتنا من مدينة نبر ولاية الكاف. نبر نذكركم اللي تم إنشاء فرع لجمعية سيكلامان للإعلام والمواطنة والثقافة الرقمية. الفرع هذا هي سيكلامان سيدي بومخلوف، سيدي بومخلوف رئيس صالح لجهة الكاف، ومن نبر سيكلامان سيدي بومخلوف باش تهتم بكل الأنشطة والمشاغل اللي تهم جهة ولاية الكاف، ثم أيضا باش تبث على قناة الويب والعنوان تروا فيه على الشاشة الآن. معايا في اللقاء هذايا ضيوف باش نبدا على يساري. مرحبا بك، تقدم روحك. عسلامة، مرحبا بك ونشرفوا بوجودكم بحذانا. شكرا. سيرين جاني 22 سنة. اي باش تعمل سيرين؟ توا نعمل في ستاج لنا في دار الشباب في مانتونونس اوديو فيزيوال كوليكتيف. بريسك تبع اختصاصكم. تعاوننا انت ان شاء الله. ان شاء الله. ريما عطال من دشرة نبر، متحصلة في يعني قرية حجامة، ويعني على بلاصتي يعني نخدم لهنايا وكا. مرحبا. ربي قلت من دشرة نبر، خليني نسألك قبل ما نكمل نقدم الخيان، علاش ما نقولوش مدينة نبر، بلدة نبر، قرية نبر؟ معناها حتى واحد باش تقول له منين انت يقول لك انا دشراوي من الدشرة. صحيح، معليش معناها كلمة الدشرة ولات فايتها كلمة نبر. معروفة أكثر يمكن ولا؟ إيه؟ هي معروفة أكثر الدشرة أكثر. تفضل مدام تفضل. درسات دشراوي. هاو جيناها دشراوي. موظفة دار شباب نبر لنا. يحكي لي على الدشرة، علاش دشرة؟ هي أصلها قبل ما تتسمى نبر دشرة، يقولوا دشرة. دشرة. باهي ياسر. مدامك تحب تكلمني كلمني في الميكرو مدام. تفضل. محمد القيلي، موظف في دار شباب نبر. ياسر مرحبا. باهي انا نقترح عليكم باش نمشيو لموضوعنا الاول، محورنا الاول باش نحكيو على التنمية في نبر، وانتم مواطنين نبر وبلدتكم وعشتوا فيها وتعرفوها. شنو هي احوال التنمية في نبر؟ تفضل مدموزيل. أول حاجة التنمية هي عنصر أساسي لاستقرار المجتمع. في مدينة نبر ما فماش برشا تنمية، برشا حاجات ناقصين، نسحقوهم برشا حاجات كيما حكاو بكري، ديستريبيوتور ما فماش، بنوك ما فماش، برشا حاجات، كياسات ماهيش هي، برشا حاجات ناقصين في التنمية. خليني نمشي معاك معنا بحكم سنك واختصاصك. معناها كان نحكي مثلا نمشي معاك كان نحكي مثلا على مواطن الشغل. ما فماش برشا مواطن شغل، قليل جمله، ناس بريسك شطر العباد تخدم فيها في تونس في بلاصه بعيده، دارهم لهنا وهو تلقى يسكن في بلاصه اخرى بعيده، يعني تسحق علاش ما يخدمش لهنا ويبقى لهنا، فهمت كيفاه؟ مدام ريم. نعم. لهنا فما عباد يعني شباب تحب تخدم والكل، ما فماش يعني ما فماش خدم. كان معمل البراج كان يخدم وكنت خدمت فيه، كان مخدم برشا عباد. توا ملي سكر ما عادش، حتى القريه نتاع البراج فارغه طول. ايش كان يعمل معمل البراج شنو؟ خدم برشا مواطنين. لا الاختصاص شنو؟ في الخياطه. هذا قانون 72 اللي يخدموا لبرا ولا في تونس؟ كيفاه؟ المعمل هذايا كان يخدم على اساس قانون 72 نتاعك اللي يخرجوا الكل السلعه اللي يخدمها للخارج. اي للخارج، اما هي المانيه مولايته. من وقتها سكر؟ عنده برشا من قبل الثوره نتصور. من الثوره. أنا خدمت فيه اشهر، مش يعني بحكم اني عندي حجامه
كنت نخدم مع شكون، بعد حليت وحدي 2016 سكرت وتوا عاودت حليت عندي كيك 6 شهور. ربي يوفقك. يعيش. مدام. التنمية ناقصة لهنا في جهة نبر ناقصة، ما عندناش برشا. الشباب قاعد بطال ماهوش يخدم. عنا عملونا معمل على أساس باش يخدم، ما كملوا بنوه وصياه وسكر. معمل شنو؟ ما نعرفوش تاع شنو، بنوه وكملوه وصياه وما ثماش مستثمر سكر. ما عندناش برشا. عن الكيوسك كان يخدم قبل تسكر ما فماش. عن الشباب نتاعنا الكل محسوب الكل البر، ما في تونس هاي صفاقس هاي سوس ما عندناش يعني في جهة نبر ما عندناش. أكثرية الفئة الشبابية هي اللي ماهيش تخدم. شنو هي منطقة، كان نقول لك شنو هي خصوصيات منطقة نبر؟ معناها فلاحية أكثر من الحاجة اللي الموجودة برشا فلاحة موجودة في نبر. ما فئة الشباب نتاعنا اللي يقرا وتخرج وكل شيء قاعد بطال ماهوش يخدم. معناها حتى في الفلاحة ما تماشي إمكانية مشاريع تطوير. فما هو المحل في الفلاحة أما ديما الماء ناقص، حتى كي يعملوا يعني اللي هما يعني يخدموا في الفلاحة بعديك الماء ديما يقصوا، هذا يخلص هذا ما يخلصش، ديما يعني الجمعية نتاع الماء ديما فما. عندكم جمعية نتاع الماء؟ أي فما جمعية. أي وعندها مشاكل جمعيات. مثلا الفلفل برشا حاجات بطيخ تلاع وهي العرض باهي على الاخر في الدشرة. وزيد توا المدة هذه الشح نتاع الماء على تونس الكل يضاعف المشاكل. حتى بالسقوي يعني وكل شيء ماهيش يعني ماهيش ماشية الخدمة كما يلزم يعني في الفلاح. فهمتك. هازم. التنمية سيدي في معتمدية نبر، هي معتمدية نبر من أكبر المعتمديات في الجمهورية التونسية، هي ثاني معتمدية في المسيح في كوبر، وهي آخر معتمدية في التنمية. منين ليك الأرقام تاع الثانية؟ الأولانية نعرفها موافقك. لا الثانية هي الثانية معتمدية نبر، هي الثانية في المساحة في الجمهورية التونسية. معناها معتمدية باهية ومعتمدية مزيانة ما ينقصتها التنمية. وثم معناها اللي يحب ينجم يخدم. تو مثلا كيما عندنا معناها برشا عباد نحن هنا في الدشرة ولا فهمتني خارج معناها المعتمدية في الأرياف، عباد لاباس عليها تنجم تستثمر مثلا في الدشرة وتخدم فهمتني الولاد بلاد وفي نفس الوقت وما يمشيش ما يهاجرش مثلا من المعتمدية يمشي لتونس يمشي لنابل يمشي لاي بلاصة. برشا عباد فهمت تحل في مشاريع في بلايص أخرى وهنا ما تحلش وهي لاباس منها الحمد لله. أيوا عليه؟ الله أعلم. يحب يمكن يعيش في البلاد في تونس يحب سبحان الله كل واحد وكيفاش. ثاني حاجة بالنسبة للتنمية معتمدية نبر فهمتني أكلي الفلاحة مثلا كيما القمح والشعير وبرشا حوايج من الفلاحة اللي فهمتني مثلا وقت اللي يحضر المحصول نجمعوا من هنا وتجي كوامن مثلا سيميات تهبط لتونس وتهبط لكذا. علاش مثلا ما يعملوش معمل ولا مطحنة مثلا تخدم نرحوا كل شيء هنا منها يستنفعوا ولاد المنطقة ويخدموا فهمتني ومعناها وتقل البطاله مثلا من المعتمديه. هما مثلا القمه وبرشا حوايج اللي موجوده هنا في معتمديه نابل وتمشي لتونس ولا تمشي لبلايص اخرى ويبقى الشباب وتبقى فهمتني مثلا النساء وكذا بطاله ماهيش تخدم. كلامك وجيه. انا نذكر اللي في سيدي بوزيد، سيدي بوزيد هي تبارك الله معناها جهه فلاحيه توكل في تونس الكل. في وقت من الاوقات انتبهوا لهذايا وتعملت مصانع هذيك تصنع في الفلاحه ولات معناها الاستنتاج المنتوج الفلاحي يتم تصنيعه على البلاصه في الطماطم في عديد من المنتوجات. هي حتى كلامك صحيح. طماطم فلفل كذا النجم نزرع والنجم كذا وتخدم العباد تخدم. نحن هنا بالنسبه لمعتمديه نبر بالنسبه للتنميه زيرو. انا قبل حتى كنت تفضل قبل الثوره انا كنت نخدم شيف جروب فهمتني في شركه سوسيتي المانيه في نابل في المزرعه في ما بين قرب وما بين نابل المزرعه معروفه. قعدت بريسك 12 سنه نخدم غادي معمل برك الشركه ذي تخدم في 1800 بالنسبه نحكي على سوسيتي نخدم فيها المعمل اللي نخدم فيه هنا يخدم في 1800 عام يخدم في الصباح وفهمتني تروا بوست في الليل والعشيه والصباح اجور ديما يخدم والحمد لله تخدم. انا معمل برك يخدم في 1800. نحن هنا في معتمديه نبر لو كان جاء عندنا زوز ما يعمل برك نتصور فهمتني تنقص البطاله وذرك لاباس. قداش من نسمه مكتوبه يظل لي في 4000 نسمه معتمديه نبر بلديه نبر
نتصور هكاك نتصور هكايا هكاك. نرجع لك مدموزيل. توا معناها ما تم الملاحظه نتاعو، فهمنا اللي نبر عندها معطيات وعندها مكاسب تنجم واحد يستثمر فيها، مش باك البلاد اللي معناها لطف صحراء معناها ما عندك ما تعمل فيها. لا، نحب نسالك انت شو اللي تراه معناها ينجم يتقد اليوم في نبر ويحل جمله من المشاكل كما تكلم توا الاخ قال تصنيع الفلاحه. هذه نقطه، انت ايش ترى؟ مثلا بنوك عنا برشا ناس متخرجة وباقية في الدار، تو معظم الشباب بريسك تمشي لبلايص أخرى ولا تحرق ولا تعمل في برشا حاجات، خاطر ما فماش لهنا بنكة مثلا تنجم تخدم برشا عباد. اي هذه خدمات. انا حبيت لا انا حبيت مثلا نعرف اللي في نبر ثم السياحه البيئيه تنجم تعمل عندكم البراج وعندكم كذا معناها والتخيم ويجي وكذا. تكلموا فيه الاثنين. نبداو بك انت بالموزيل. تفضل ريم. من بشرة نبر القديمة فما المينا وفما يعني غادي كينا فما منطقة يعني سياحية على الآخر، يعني نجموا يعملوا في الجبل ريستوران، فما ملكي في جول البراج يعني بالذمة نجم تكون هذيك يعني حاجة منها المواطنين يستثمروا منها يعني ايوا علاش ولاد وبنات نبر علاش ما فكروش في حاجة خواصك؟ شنو هي المعوقات؟ يدرى الكياس ما ثماش؟ ما فماش امكانيات راهم مش هما ما ينجموش ما ينجموش. تو مثلا في البراج ينجموا يعملوا مركب حاجه غادي تجي عباد اوتيل صغير، اما ما ينجموش يحلموا اما ما ينجموش. هو باش يكون انسان متخرج ما امكانيات منين باش يجيب؟ هو يبدا البويا لا حول ولا قوه منين باش يجيب له هو باش يحل مشروع يعني ويطور؟ يبقى ديما حلم واحد يحلم بيه. يلزم نقطه انطلاق يلزم نقطه. تو نحن البنوك تو نحن المشروع هذا تاع التخييم في ملاك واتت مره وزاره الشباب يعني طالبين مشاريع لاصحاب الشهاده العليا. ثم شكون اللي جانا عامل المشروع هذا ويعني فكره وبلان وكل شيء يعني عنده، ما باش الدعم ما عندوش وما قامش اختياره. ايوه ولا تلقى عنده دعم لا تلقى عنده ما يرهن، ما عندوش يعني شباب متخرج. تو انا كان فهمت مليح باش نلخصوا يعطيكم الصحه. ثم الميدان الفلاحي بما انها منطقه فلاحيه معقول جدا كما في المناطق اللي عندهم زيتون يعملوا المعاصر، كما اللي عندهم يعملوا مناطق تحويل طماطم الى طماطم معجونه ولا شنو. تقول انت زاد نبر فيها ما يكفي باش تدخل الفلاحه عالم التصنيع في نبر بيدها، ما تقعدش باش من تونس. ايضا حكيت انت على السياحه البيئيه، كلكم حكيتوا على براج ملاك ومركز تخيم وكذا، وهذوما بلاد كيما نبر هذه نحب نشوف في رايك نتصور كان شويه منا وشويه منا وشويه منا. معناها نبر تبارك الله ونخدم مع الدشراويه ولادها وبناتها، معناها برشا مشاكل تتحل. برشا مشاكل تولي من احسن البلايص، وعلاش نولي نخيموا في البراج وعلاش نمشوا لبلايص اخرى وتولي احسن بلاصه غير الامكانيات. انا توا سؤال سريع حب ننظر لكم في عينيكم. يندرى الدشراويين مقصرين في حق نبر ولا تكلموا عليها كما يلزم، دزوا كما يلزم، سمعوا صوتهم؟ اليوم تبدلت الدنيا، معناها واحد ولا ينجم يتكلم وينجم يعبر وينجم يقول راني متغشش. هل تراو انتم مقصرين ولا ماكش مقصرين؟ باش نبدا بك انت. مقصرين. تفضلي. مقصرين على خاطر من نفس الحوايج. خلينا مثلا هي معتمديه نبر ديستريبيتير في البوسطه العباد وقت خلينا معناها من انسان موظف ولا اللي لاباس عليه نجم ياخذ الكار ويطلع للكيف يجبد فهمتني شهريته ولا كذا. ثم عباد مساكن العزز عاطينهم فهمتني الكارت ويجبدوا ديستريبيتير نهار تخدم و10 مكسره او تو كان تمشي تلقاه مكسر. والوحيد بوسطه في معتمديه نبر والديستريبيتير ما يخدمش، لا بنك لا مركز شرطه مثلا شيء ما فيها شيء. كيوسك معتمديه ما فيهاش كيوسك. واضح. معناها طول قلت لك تحت الصفر. هو سؤالي راهو قلت لك انتم مقصرين وكيفاش مقصرين؟ اذا كانت معتمديه تلقى فيها بالطريقه ذيك كيفاش ماناش مقصرين؟ انسان فهمتني معتمدين نتاعو يضرب بالبونيه وحقها فهمتني يلزم يجي باي طريقه.
مش نحكي معك على البنيه. ايه لا محترم رايك ايش بيه. اما لا انت مش تحكي معك معناها مقصرين ومش مقصرين، كانوا مقصرين كيفاش تتجاوز التقصير هذا؟ مقصرين ما يعني الحاجيات الاساسيه اللي لازمها تكون في دشرة نبر نحن ما عندناش. صحيح تو كيف الخبز عندنا زوز كوش، بفوت 7 تاع الصباح ما عادش تلقى الخبز، تخدم كوش وتسكر كوش ما عندناش ديستريبيتور كما قال لك. تو نحن هنا يعني نجم. اي انتم فاش مقصرين؟ علاش ما بدلتوش الامور؟ هذا سؤالي انا ليك، علاش ما سعيتوش باش تبدلوا الامور؟ نحن ثنا لا حول ولا قوه، نحن منين يعني الكبارات هي اللي تضرب. اي مش نحن باش اخي نحن هنا نمشوا ونشكو. كان ثم بلديه واحد وناس موجوده عملوا معناها اللي كانت النخبه ديستريبيتور ماهوش موجود. يعني قداش من مره يعني كل محسوب كل شهر ويتكسر مرتين 3. واضح. مرشي ما ثمش كيف حتى مرشي خضره قسما بالله بعض المرات تمشي للخضار مش تاخذ بطاطا. تعرف راهو انا ما نحبش نقاطعك، اما تقولوا في كلام ما يتامنش مع كامل احترامي. ايش معنى ما يتامنش؟ على ما نعرفوا نبر، على ما نعرفوا جمال نبر والطبيعه ونبر وصليحه ونبر، ما نعرفوش اللي واقع هكا من الاخر. تقولوا في كلام معناه هما يوصلوا كان في الصوره الباهيه نتاع نبر، حتى العباد كي تحكي صفاتهم ما توصل كان في الصوره الباهيه ونبر باهي وجت صالحه اما في الواقع ما فماش هذاك، فماش برشا حاجات. ايوا مدام اللي نخدم معك حامتي ناي حامت صالحه كانت الاذاعه تجي والكل ما توا هي تبدلت، كانت دار قديمه توا يعني يسكنوا فيها شكون وبنوها وكل ما مرة يجوا مرة لا، يعني ما حتى هم يعني ما واجهوش الإذاعة يقولوا لي عملوا لي نحكي اللي نحن يعني تابعين صالحة والكل. ديما المواطن ديما ساكت. هو نحن مثلا المستوصف نتاعنا كان بحذانا في الدشرة القديمة، حولوا للدشرة الجديدة. على الأقل كان جو واقفين، على الأقل راهم على الأقل خلوه لك المسنين كيما أما تقيس مثلا سكر الدم، واحد في الليل ما عندوش ترانسبور، فما حاجات. أما المعامل هي اللي تضم المواطنين على الأقل يخدموا فيها. أنا مثلا توا عندي صنعتي في أي بلاصة نجم نخدم. مثلا الاولاد اللي قروا حجامه كلهم يحبوا يمشوا للخليج، يمشوا لبلايص اخرى كبيره. لا ومش كل الكل راهو راهو في المبدعين في الطب ماشي تسافر عجل الفلوس تاع تونس احسن. اي فلوس شويه. حاسيلوا يعطيكم الصحه عاش. وشكرا على معنا احترامكم للحقيقه ولغه الواقع، وربي فضل الدشراويين فضل النبر، وان شاء الله معناها نقولوا غدوه خير من اليوم. ان شاء الله. الى اللقاء.